ابتهال. الفتاة الشابة ذات الشعر البني الجميل وعيون الزمرد كانت دائما تشعر بأن هناك شيئا خاصا فيها، شيء يتعلق بالعالم الذي يبتعد عن الواقع. واجهت ابتهال العديد من اللحظات الغامضة والسحرية في حياتها، لكنها لن تتوقع أبدا أن تكتشف سرا كبيرا في يوم من الأيام. ذات صباح مشمس، عندما كانت تستعد للذهاب إلى المدرسة العادية كالمعتاد، لاحظت شيئا غريبا في حقيبتها. كان هناك ختم مميز وغريب الشكل يلف حول أحد حافة كتبها. لم تكن ابتهال تعلم من أين جاء هذا الختم، ولكنه بدا وكأنه مصنوع من الذهب ومزين بأنماط سحرية معقدة. بينما كانت تحاول فهم مصدر هذا الختم، شعرت بسحر غريب يأخذها إلى عالم آخر. في لمح البصر، اختفت غرفتها واستيقظت وسط غابة كثيفة وغامضة، حيث الأشجار الضخمة تحكي قصصا عبر العصور والزهور تتمايل على وقع نسمات الهواء. ابتهال كانت مذهولة وخائفة في البداية، ولكن سرعان ما أدركت أنها قد وصلت إلى مكان لم تكن تحلم به أبدا، المدرسة السحرية. وبهذا بدأت مغامرتها في عالم السحر والتعلم الخارق، حيث ستكتشف قدراتها وستلتقي بأصدقاء جدد ومعلمين سحريين يساعدونها في رحلتها الغامضة. بعد وصول ابتهال إلى المدرسة السحرية، بدأت تجربة حياتها الجديدة بالتكامل. كانت ابتهال الفتاة الشابة ذات القلب الشجاع والعيون الزمردية الجميلة، وكانت دائما تحمل داخلها شغفا للاكتشاف والمغامرة. ولكن اليوم الذي وصلت فيه إلى المدرسة السحرية كان يوما خاصا بالنسبة لها، يوما لن تنساه أبدا. عندما أست ابتهال قدميها على أراضي المدرسة، شعرت بالدهشة والتوتر يتسللان إلى داخلها. المدرسة كانت مبهرة بكل معنى الكلمة، مبنية من الحجر القديم ومزينة بالرموز والشعارات السحرية اللامعة. أشجار ضخمة تحيط بالحرم المدرسي وتتداخل فروعها الخضراء فوق السماء الزرقاء. كانت أول لمحة تلفت انتباه ابتهال هي الطلاب والسحرة الذين يتجولون في أروقة المدرسة. بدأت في التعرف على وجوه جديدة وأصوات غريبة تملأ الهواء. كانت هناك تواجداً مذهلاً للسحرة من مختلف الأعمار والأجيال، ولكل واحد منهم قصة وقوى سحرية فريدة. وفي هذا السياق، كان ابتهال تلتقي بأول معلميها، الساحرة إيلاريا. إيلاريا كانت امرأة ذكية وحكيمة، تتمتع بشعر أبيض جميل يتدلى حتى وصل إلى الأرض، وتحمل عصا سحرية مزينة بأنماط غريبة. بدأت إيلاريا بتعليم ابتهال الأساسيات في السحر وكيفية التواصل مع العناصر الطبيعية. بعد ذلك، التقت ابتهال بالمعلم الثاني، الساحر غاو. الساحر غاو كان رجلا قويا وجادا، وقالت الشائعات أنه يمتلك قوى سحرية هائلة. بدأ غاو في تعليم ابتهال فنون السحر الأكثر تعقيدا وقوة، وكان يطلب منها الانفصال عن كل تفاصيل حياتها العادية. كما التقت ابتهال بزميليها الجدد، مايا وأليكس. مايا كانت الفتاة البريئة ذات الشعر الأحمر اللامع والعيون الزرقاء الواسعة. كانت تمتلك قوى مائية قوية، وكانت دائما مبتسمة وجاهزة للمساعدة. أما أليكس، كان شابا ذو شعر أسود ونظارات، وكان متخصصا في فنون السحر القديمة.
دائما ما قدم ابتهال نصائح وإرشادات مفيدة حول كيفية النجاح في المدرسة السحرية. مع مرور الوقت، بدأت ابتهال في بناء علاقات ودية مع المعلمين والأصدقاء الجدد، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من مجتمع المدرسة السحرية. تواصلت رحلتها في استكشاف العالم السحري وفهم قواها السحرية وتعلم مهارات جديدة تنتظرها في هذا العالم الرائع والغامر. بعد أن استمتعت ابتهال بلحظات الاستكشاف الرائعة في المدرسة السحرية واكتشفت قواها السحرية الكامنة، قررت أن توسع مجال تعلمها وتكمل رحلتها في هذا العالم السحري الجديد. بدأت تخضع للدروس السحرية الأكثر تقدماً وتعلمت الفنون السحرية المعقدة. أثناء دروسها، قابلت ابتهال مجموعة متنوعة من الطلاب والمعلمين الذين شاركوا معها معرفتهم وخبراتهم. كان هناك زملاء دراستها الجدد، كل واحد منهم يمتلك قوى سحرية فريدة. تعلمت ابتهال كيفية التعاون معهم والاستفادة من خبراتهم في رحلتها. بالإضافة إلى الدروس، شاركت ابتهال في مغامرات سحرية مثيرة. توجهت مع زملائها في رحلات استكشافية إلى الغابات المظلمة والكهوف السحرية لاكتشاف أسرار مخفية. وكل مرة تكتشف فيها شيئا جديدا يثير استغرابها وتحفيز فضولها للمزيد. لكن لم تكن رحلتها دائما مليئة بالمغامرات السحرية فقط. واجهت تحديات وصراعات أيضا. قوى الشر كانت تحاول دائما الاستيلاء على السحر القوي الموجود في المدرسة، وكانت ابتهال وأصدقاؤها في مواجهة دائمة للحفاظ على سلامة المدرسة والعالم السحري. مع مرور الوقت، نضجت ابتهال وتطورت مهاراتها بشكل لا يصدق. أصبحت ساحرة قوية وحكيمة، وكانت مستعدة لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرها في مستقبلها. رحلتها في المدرسة السحرية لم تكن مجرد تجربة تعليمية، بل كانت ملحمة سحرية تغمرها المغامرات والتحديات والأصدقاء الوفيين، وهي مستعدة لمواصلة استكشاف العالم السحري وكشف أسراره. بينما كانت ابتهال تواصل رحلتها السحرية في المدرسة السحرية، كانت هناك شخصية مميزة تلعب دورا حاسما في تطوير قواها وفهمها للسحر. وكان هذا الشخص هو المعلم الحكيم والقدير الساحر دريك. ألدريك كان رجلا ذو شعر أبيض كثيف ولحية طويلة، وكان يعرف بأنه واحد من أقدم السحرة في المدرسة السحرية. لديه خبرة طويلة في السحر وأسرار العالم السحري، وكان يتمتع بسلطة هائلة وحكمة عميقة. عندما التقت ابتهال بألدريك لأول مرة، شعرت بالاستسلام والاحترام تجاهه فوراً. كان ألدريك يعلم بأن ابتهال تمتلك إمكانيات هائلة وموهبة فريدة في السحر، وقرر أن يساعدها في تطويرها. بدأت ابتهال دروسها مع ألدريك، وكان كل لقاء معه فرصة لاكتشاف مزيد من أسرار السحر. تعلمت ابتهال تقنيات سحرية متقدمة وكيفية التحكم بالقوى السحرية بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، قدم دريك نصائح حول الأخلاقيات السحرية وكيفية استخدام القوى بحكمة. من خلال توجيهات دريك والتدريب الدؤوب، أصبحت ابتهال ساحرة أكثر قوة واستعدادا. ولكن أدريك كان أكثر من مجرد معلم، إنه صديق ومرشد لها في عالم السحر.
ساهم في تشجيع ابتهال على استكشاف إمكانياتها بشجاعة والسعي لتحقيق أهدافها في هذا العالم السحري المذهل. سيستمر دريك في أداء دوره المهم في رحلة ابتهال، حيث ستكمل تطوير قوتها واكتشاف أسرار السحر الأعمق في المدرسة السحرية. في إحدى الليالي الهادئة داخل مدرسة السحر، شعرت ابتهال بشيء غريب يتلاشى في الهواء. كانت قد تمشت في القاعة الرئيسية حيث تعلمت الكثير عن السحر، وفجأة شعرت بوجود طاقة غامضة. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها ابتهال بشيء غريب داخل المدرسة، لكن هذه المرة كانت مختلفة. اتجهت نحو مصدر الشعور واكتشفت مكتب الساحر الكبير دريك مفتوحا ومليئا بالفوضى. عندما دخلت، وجدت دريك ممدا على الأرض ومغشيا عليه، وكان هناك شيء غامض يتدلى من يده. كان ذلك جرسا سحريا يتدلى على شكل قلادة مزخرفة. أخذت ابتهال الجرس بحذر وقالت بفزع: ماذا حدث؟ لم يجبها أدريك، لكنه أفاق ببطء وأخبرها بصوت ضعيف: هذا الجرس، احترسي منه، إنه يحمل قوة خطيرة. أدركت ابتهال أن هناك شيئا غامضا يحدث في المدرسة، وأنها تحتاج إلى الكشف عنه. انطلقت في رحلة للبحث عن الحقيقة، حيث تحتاج إلى استخدام مهاراتها السحرية الجديدة لكشف المؤامرة ومعرفة من وراء هذا الجرس السحري والهجوم على معلمها. كانت هذه البداية لمغامرة جديدة مثيرة تنتظر ابتهال وأصدقاؤها، حيث سيجمعون قواهم لمواجهة التحديات والكشف عن الأسرار الغامضة التي تلف المدرسة السحرية. بينما كانت ابتهال وأصدقاؤها يواصلون استكشاف المدرسة السحرية، وجدوا أنفسهم محاطين بالألغاز والألعاب الذكية التي تناغمت مع البيئة السحرية حولهم. كانت هذه التحديات تقدم فرصة لاختبار قدراتهم السحرية وذكائهم. أحد هذه التحديات كان لغز الأرقام القديم الذي نقش على جدران إحدى الغرف السرية في المدرسة. كانوا بحاجة إلى حل الرموز الغامضة والأرقام لفتح الباب والدخول إلى الغرفة المحظورة. وفي يوم آخر، وجدوا أنفسهم في متاهة سحرية تغيرت باستمرار وكانت تتضمن ألغازا صعبة. لحسن الحظ، استخدموا قواهم السحرية للتوجيه داخل المتاهة واكتشفوا مخرجها بعد حل الألغاز. لكن أحد أصعب التحديات كان اختبار العناصر الأربعة: النار والماء والأرض والهواء. على الفريق استخدام قوى العناصر والسحر للتفاعل معها وحل الغاز معقدة تتعلق بالتوازن بين هذه العناصر. من خلال حل هذه الألغاز والألعاب الذكية، انتقل الفريق خطوة بخطوة نحو كشف أسرار المدرسة السحرية وفهم أعمق للعالم الذي يتعلمون فيه. مع مرور الوقت، تصاعد التوتر بين ابتهال وملكار بشكل لافت. بدأت الأمور تتعقد بشكل متسارع، حيث كانت هناك عدة مواجهات تبرز الصراع بينهما. كشف ملكار عن خطته الشريرة تدريجياً، وكان يهدف إلى السيطرة على المدرسة السحرية واستغلال القوى السحرية لأغراضه الخاصة. بدأ بزرع الشكوك وإثارة الانقسامات بين أصدقاء ابتهال، مما جعل الثقة تتلاشى تدريجياً. في إحدى المواجهات، نجح ملكار في إلقاء لعنة سحرية على أحد أصدقاء ابتهال، مما أدى إلى تغيير شخصيته وتوجيهه ضد فريقهم.
هذا الصراع الداخلي أضاف توترا إضافيا إلى القصة وجعل الفريق يواجه تحديات كبيرة لاستعادة صديقهم المفقود. عندما وجدت ابتهال نفسها وجها لوجه مع ملكار في المواجهة النهائية، كانت قلبها مليئا بالعزم والقوة. بدأت بتجميع طاقتها السحرية واستدعاء العناصر الطبيعية من حولها. استخدمت ابتهال قواها السحرية لإطلاق الألسن اللهبية المدمرة نحو ملكار، ولكنها انتبهت إلى أنه كان يتحكم ببراعة في عناصر الهواء والماء لصدها. بدأت المعركة السحرية بينهما، حيث تبادل الهجمات والتحديات السحرية بسرعة وإتقان. لكن ملكار لم يكن طرفا سهلا في هذه المعركة. بدأ يستخدم الحيل والتكتيكات السحرية الخبيثة لمحاولة صدها. استدعى أمواجا ضخمة من الماء لتطهير الألسن اللهبية التي أطلقتها ابتهال. قام أيضا بخلق ألعاب ذكاء سحرية معقدة للتشتيت عقلها وإبطاء تركيزها. لكن ابتهال كانت تمتلك إرادة قوية وصدقا في قلبها. بدأت تطوير استراتيجياتها الخاصة واستخدمت مهاراتها للتحكم في العناصر السحرية بشكل أفضل. استدعت قوى الأرض لإنشاء درع من الصخور لحمايتها من هجمات ملكار، واستخدمت الهواء لزيادة سرعتها وتحسين دقتها. مع مرور الزمن، بدأت ابتهال تتعلم كيف تتفادى الألعاب والخدع السحرية التي يستخدمها مالكار وتتغلب عليه. بدأت تجمع القوة والثقة في قدراتها، وأصبحت أكثر قوة وإتقانا في استخدام السحر. في النهاية، بفضل عزيمتها وقوتها وصدقها، نجحت ابتهال في هزيمة ملكار وصده عن مخططاته الشريرة. استخدمت قواها السحرية بكل دقة وتألق لتحقيق النصر وإنقاذ المدرسة وزملائها. بعد معركة ملحمية مع ملكار، نجحت ابتهال وأصدقاؤها في هزيمته وتصفية التهديد الشرير الذي كان يهدد المدرسة السحرية وقواهم السحرية. لكن الانتصار لم يكن النهاية فقط، بل كان البداية لكشف الحقيقة الكاملة وراء المؤامرة. بمساعدة المعلمين السحريين والأصدقاء، بدأوا في فحص آثار ملكار والبحث عن دلائل على مخططاته ومكايداته. قاموا بفتح الأبواب المغلقة واستجواب الشهود وجمع المعلومات. خلال هذا البحث، تمكنوا من كشف الحقيقة الكاملة وراء المؤامرة. اكتشفوا أن ملكار كان يعمل مع جماعة سحرية مظلمة ترمي إلى استخدام قوى السحر لأغراض شريرة تتعلق بالسيطرة على العالم السحري. ابتهال وأصدقاؤها قرروا مواجهة هذه الجماعة ومنعها من تحقيق أهدافها. بدأوا في التخطيط لعمليات استطلاع ومهمات سحرية لمواجهة هذا التهديد الكبير. من هناك، تطورت القصة إلى مغامرة جديدة، حيث يتحدون معا لمواجهة الجماعة السحرية المظلمة ومنع تنفيذ مخططاتها. وبينما تكشف أسرار المؤامرة تدريجياً، يواجهون تحديات جديدة واكتشافات غير متوقعة في رحلتهم للحفاظ على السلام في عالم السحر. وفي ختام القصة، تمكنت ابتهال وأصدقاؤها من هزيمة الجماعة السحرية المظلمة والكشف عن مخططاتها الشريرة. عادت المدرسة السحرية إلى حالة من الهدوء والأمان، واستعاد الطلاب والمعلمون ثقتهم في المكان الذي يعتبرونه موطنهم. وبينما انتهت هذه المغامرة الكبيرة،
لاحظت ابتهال وأصدقاؤها أن هناك العديد من الأسرار والألغاز الماضية التي لم تتم الإجابة عنها بعد في المدرسة، وهم مستعدون لاستكشاف المزيد من العوالم السحرية ومواجهة تحديات جديدة. يترك الختام الباب مفتوحا لمزيد من المغامرات في المدرسة السحرية، حيث تنتظرهم أحداث جديدة وأصدقاء جدد وأسرار غامضة تنتظر الكشف عنها. تبقى المدرسة مكانا مليئا بالسحر والإثارة، جاهزا لاستقبال المزيد من القصص والمغامرات.